بنات عاملين ايه؟ معاكم هبة من قناة بيتي كل حياتي. والنهاردة معادنا مع فيديو الأجوبة على الأسئلة بتاعتكم. طبعا أنا كنت منزلة الفيديو، قلت اللي عندها سؤال تقوله وهرد عليكم بإذن الله. أول سؤال جه من أمل، قالت أنا أمل من الجيزة، كنت عايزاكي تتكلمي عن العلاقة الزوجية بأهل الزوج، يعني الأحسن إن تكوني على حدود ولا تعامليهم زي الأهل؟ بصي، هو الافضل ان انت تعامليهم زي الاهل وتحاولي طول الوقت تعامليهم معاملة كويسة. لو حد محتاجك في حاجة تقفي جنبه. المهم ان انت ما تأثريش مع اهل جوزك ابدا، لان هما يعتبروا خلاص بقوا اهلك. مادام اتجوزتي ابنهم يعتبر خلاص مامته هي مامتك، بابا نفس الحكاية. فلازم تعامليهم زي ما بتعاملي مامتك وباباكي. امتى بقى تحطي حدود ما بينك وما بين اهله؟ لو حصل مشاكل بينكم كتير، يعني حصل بينكم مشاكل كبيرة ممكن توصل مثلا لطلاق بينك وبين جوزك، ففي الوقت ده تخلي حدود بينك وبينهم. مادام الاختلاط هيعمل مشاكل يبقى خلي ان يكون في حدود افضل. السؤال التاني جه من الاخت ديت، هي مش قايله اسمها بس الايميل مكتوب باسم عمر. بتقول حبيبتي هبه، ارجو منك ان انتي تهتمي بسؤالي من فضلك. عندي مشكله اني بطيئه قوي في شغل البيت وما بعرفش انهي شغل البيت بسرعه، وكمان المسؤوليه باتجاه ولادها وجوزها. بصي حبيبتي، انا هقولك حاجه بالنسبه لشغل البيت. انتي لو صحيتي من النوم وانتي مش مرتبه ان انتي هتعملي ايه، مش هتعرفي تبدأي منين ولا تخلصي فين. فاحسن حاجه تعمليها ان انتي تجيبي اجنده او حاجه كده، كتاب مثلا يكون مخصوص عندك وتكتبي فيه ايه اللي انت هتعمليه بكره. يعني انا هقوم بكره هنضف المطبخ كله وهغسل هنضف اوضه الاولاد وترتبي الحاجات اللي انت هتعمليها. المهم ان انت تبقي قايمه من النوم تبقي عارفه ايه اللي وراكي وايه اللي هتقومي من النوم تشتغليه وتعمليه على طول. انتي بتحسي ببطء لان انتي مش عارفة تنظمي يومك، مش عارفة تبدأي بايه او تخلصي ايه الاول. فلو انتي ما نظمتيش هتيجي في النهاية تلاقي نفسك في حاجات كتير ما خلصتهاش. لكن لو انتي منظمة وقتك ومنظمة الحاجات اللي انتي هتعمليها كل يوم، توزعي شغلك، هتلاقي نفسك بتخلصي الشغل اللي انتي قايمة علشانه بسرعة، وكمان هيكون في وقت ان انتي تهتمي بولادك وجوزك. ويا رب اكون قدرت افيدك. السؤال التالت جه من اماني، والسؤال ده اتسألته اكتر من مرة. قالوا لي انت عندك كام سنة؟ انا عندي 26 سنة. يوم ميلادي 10/4/1999. انا عارفه ان في بنات ما بتصدقش سني وبتفضل تقولي لا انتي صغيره، مش معقول معاكي 3 اطفال وسنك كده. لا انا فعلا 26 سنه، وانا طبعا معايا 3 اطفال لان انا اتجوزت صغيره، اتجوزت تقريبا 18 سنه، 18 سنه الا كام شهر. فعلشان كده 26 سنه ومعايا 3 اطفال. السؤال اللي بعد كده جه من ساره العجمي اهي. بتقولي ابقي اعملي حلويات وبابونج وحاجات من دي. خلاص ماشي، ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلويات الايام اللي جايه. اللي بعده هو مش سؤال، بس هي زعلانه مني ان انا مش برد عليها. وفي بنات كتير بتزعل برضو ان انا مش برد عليها. عايزه اقول لكم حاجه، القناه دلوقتي ما شاء الله يعني كبرت، يعني هي داخله على 40,000 مشترك. فلما بنزل الفيديو وكله بيحطولي تعليقات، فصعب ان انا مثلا ارد على 40,000 مشترك. هجيب وقت منين ومعايا 3 اطفال؟ فانا بحاول ان انا ارد على الاسئلة المهمة جدا، الاسئلة اللي تبقى مهمة وتكون مخصوصة للفيديو. فمعلش سامحوني ان كنت بتأخر عليكم في الاجوبة. ممكن اجاوب بعد يومين مثلا، مش شرط اجاوب في نفس اليوم، على حسب الوقت اللي ببقى فاضية فيه. بمسك التليفون وبحاول ان انا اخش اشوف التعليقات بتاعتكم وبجاوب عليها. بس انا فعلا بشوف تعليقاتكم كلها تعليق تعليق، بس للأسف احيانا ما بيبقاش فيه وقت ان انا اجاوب. فما تزعلوش مني معلش، مع ان انتوا عارفين ان انا بحبكم قوي، ورغم من كده هحاول باذن الله ان انا ارد على كل تعليقاتكم.
السؤال اللي بعد كده اخت برضو بتسألني باسم الايميل بتاعها كريم ابراهيم، بتقولي ازاي بالدخل المحدود تكفي التزامات البيت وخصوصا اوقات المدرسة. الدخل المحدود لازم تكوني منتظمة وتجيبي الحاجات الضرورية بس، يعني ما ينفعش تجيبي حاجات ملهاش لازمة، حاجات مش هتستعمليها. يعني لو انتي مهووسة بالميك اب او بالحاجات دي ولازم تشتري ميك اب بتحطيه بس زينة عندك في البيت، هو بس هوس ان انتي تمتلك الحاجة دي وتحطيها عندك. طبعا لو عندك هوس بحاجة من ديت حاولي ان انت تغيري الوضع وتجيبي الحاجات بس اللي انت هتحتاجيها. وبرضه هقولك اكتبي الحاجة اللي انت بتحتاجيها في اجندة ونظميهم ان انت المفروض تشتري الحاجات ديت واختاري الاولوية وهاتيها، لكن الحاجات اللي ملهاش لازمة ما تجيبهاش. وبالشكل باذن الله الدخل هيكفيكي. وعموما الايام دي كل حاجة غالية، فربنا يكون في عون الناس. وهقولك حاجة برضو، لو طلعتي صدقة حتى لو جزء بسيط من الدخل هيزيد بإذن الله وهيكون فيه بركة وهيكفي كل التزاماتك. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينقص مال من صدقة، بالعكس مالك هيزيد وهيكفيكي بإذن الله. السؤال اللي بعده جاي من ايميل اسمه محمد بنوتة، بتقولي انا عايزة فيديوهات للعناية بالبشرة الكاملة لان بشرتي مجهدة جدا. حاضر، الايام اللي جاية باذن الله هحاول اعمل لكم حاجات للبشرة. السؤال اللي بعد كده لاخت برضو سألتني السؤال ده قبل كده، بتقولي انا عايزة طريقة لتخزين الرز لاني بحطله ملح وبرضو بيسوس، وهي مش هتقدر تحطه في التلاجة عشان هو كميات كبيرة. بصي المفروض ان انتي تحطيه في حاجة وتقفلي عليه، يعني برطمانات كبيرة، علب تكون محكمة وبتتقفل. لكن لو سبتيه في الكيس بتاعه مع الحر طبعا هيطلع سوس وهيعمل سوس حتى لو حطيتيله ملح. الملح لو حطيتيه بكميات كبيرة مش هيجيب سوس، لكن لو حطيتي كمية قليلة اكيد هيجيب سوس. فانت حاولي تحطيه في حاجة ازايز او حاجة بلاستيك وتقفلي عليها كويس، تكون محكمة الغلق، وما تحطهوش في مكان يكون فيه حر زي المطبخ مثلا. حطيه في مكان يكون فيه هوا وما يكونش واصله يعني درجة حرارة. وفي سؤال برضو تاني من اخت قالت لي انا عايزة افصل ملايات وابيعها لاهل منطقتي في الصعيد. هي اصلا كانت كلية اقتصاد منزلي. بصي حبيبتي، لو عملتي المشروع جربيه، لو عملتيه ونجح معاكي مش هتخسري حاجة. لو ما نجحش هتقدري ان انتي الملايات دي تستعمليها انتي في بيتك. فلو ما نجحش حاولي تشوفي حاجة تانية ومشروع تاني، يعني خليكي ورا هدفك مادام انتي عايزة تشتغلي وانتي قاعدة في بيتك. افضلي دوري على اي شغل تعمليه يفيدك. وانا بشجعك جدا يعني، وبحييكي. وانا بحب دايما الست اللي بتبقى عايزة تشوف شغل حتى لو هي قاعدة في بيتها. ومش شرط ملايات، لو انتي بتعرفي تفصلي لبس، هدوم، ملابس، حاجات زي كده برضو شغلها كويس جدا. وكمان لو ما بتعرفيش حاولي تتعلمي التفصيل وشغلي الشغلانة دي بإذن الله ربنا يكرمك. السؤال التاني بتقولي هاي هبة، انا حسناء كنت عايزة اقولك ازاي امتى هنبدأ رجيم معاكي، وكمان عايزة حاجة افكار للاحذية كتيرة عشان هي مش لاقيه لها مكان مش عارفة تخزنها فين. بالنسبة للرجيم انا بعمل الرجيم مش ماشية على رجيم مخصوص، يعني مش بالورقة والقلم. الاول كنت ماشية مع دكتورة وكده، بس الحقيقة كنت بيجي عليا وقت وامل من الرجيم، لان انت لازم تنتظمي باللي مكتوب لك في الورقة اللي بتديها لك الدكتورة. لكن انا بعمل رجيم ان انا اكل كل حاجة بعملها في البيت، بعملها مع ولادي، بس اكل حاجات قليلة. طبعا انا نزلت لكم فيديوهات وريتكم النظام اليومي اللي انا باكله، اكيد هتلاقوا فيه فراخ وهتلاقوا فيه معجنات وهتلاقوا فيه حاجات يعني بطبخها مع ولادي وباكلها معاهم. ملوخية برضو عملتها وكلتها كده. يعني انت عايزة تخسي ومن غير ما تحرمي نفسك كلي كل حاجة بس بكميات قليلة، وحاولي على قد ما تقدري ما تتعشيش حاجات تقيلة. وبالنسبة لتخزين الأحذية بإذن الله هشوف لك فكرة بإذن الله وأعملها لك قريب. السؤال اللي بعد كده من حسن،
بتقولي ان المساحة عندها في بيتها 100 متر، وهي عايزة تقسم البيت بتاعها، وبتطلب مني ان انا اصور لها شقتي حتة حتة علشان تعمل نفس النظام اللي عندي. بصي انا الشقة بتاعتي 85 متر، فانتي شقتك بتقولي 100 متر. وكمان بتقولي ان انت عندك اولاد بنات وصبيان، يعني حاولي تعملي غرفة للبنات وغرفة للصبيان وغرفة نوم وصالة تقعدوا فيها، وحاولي تعملي المطبخ والحمام، ده المعروف يعني. وبتقولي ان انت عايزة تشوفي خريطة وكده، حاولي تكلمي مهندسة مثلا، مهندسة بنا او مهندس، هيدوكي طبعا خرايط يوروكي فيها رسم مناسب، واللي يناسبك اعمليه. اللي بعد كده في اخت بتقولي جوزك عمل ايه لما عرف بقناتك ان هي كبرت وبقت كبيرة بالطريقة السريعة دي، وكمان اهل زوجك يعرفوا ان انت عندك قناة، لان هما كمان صعايدة موافقين على الحكاية دي. ايوه طبعا عارفين ان انا عندي قناة، وزوجي في البداية قعد يقولي حابة تعملي قناة اعملي، بس مش شرط ان انتي تطلعي يعني بوشك. فانا احترمت رأيه، ولان هو فعلا خايف عليا، فبصراحة شجعني، والحمد لله وصلت وحققت هدفي. وكفاية ان انتوا بتشجعوني، ربنا يخليكوا ليا يا رب. السؤال اللي بعد كده من اختي بتقولي هو انتي امتى هتظهري بوشك؟ والسؤال ده طبعا اتسألته كتير قوي. زي ما قلت لكم، انا اول ما بدأت اعمل قناة قلت لزوجي انا عايزة اعمل قناة وكده، قال لي اعمليها بس مش لازم تظهري بوشك. طبعا بحترم رأيه، ومدام زوجي عاوز كده انا بحترم رأيه جدا، لان هو بيخاف عليا. مش عارفة ان كنت هظهر بوشي بعد كده ولا لا، الله اعلم. بس انا مش عايزاكم تتخضوا، يعني مش عايزاكم تشوفوني واخضكوا ولا حاجة. فانا حاسة ان الوضع كده احسن، والله اعلم بالايام اللي جايه ممكن اظهر لكم فجاه برضو. انا ما عنديش مانع. السؤال اللي بعد كده من اخت بتقولي عايزه تخلي ريحه البيت بتاعها ريحته حلوه طول الوقت. عايزاه ريحته حلوه طول الوقت، تنضفيه دايما، ما تخليش فيه كمامة في البيت، لازم تتخلصي من اي حاجات مش هتحتاجيها. كمان البخور بيدي ريحة جميلة قوي في البيت، والدوني برضو انا اتكلمت عنه قبل كده، ان انا بحطه في المية اللي همسح فيها بيها الارض، بيخلي ريحة البيت حلو. وكمان معطرات الجو، مع اني مش بشجع بيها قوي ان احنا نستعملها دايما، بس انا احيانا بستعملها. والبخور زي ما قلت لكم برضو بيعمل ريحة، وكمان بيدوم في البيت دايما، وحلو جدا كمان لو شغلتوه يوم الجمعة. وبإذن الله الأيام اللي جاية هعملك أفكار جديدة لتعطير البيت بإذن الله. السؤال اللي بعد كده اخت بتقولي عاوزة احلى طريقة لعمل المحشي. انا عملت على القناة اكتر من طريقة للمحشي، يعني انتي لو جيتي مرة عايزة وصفة او اي حاجة حاولي تدوري عليها في القناة، باذن الله هتلاقيها، لان انا بعمل حاجات كتير قوي. بس هتلاقوها في بداية ما انا عملت قناة، فهتلاقوها الفيديوهات ورا شوية، فحاولي تشوفيها باذن الله هتعجبك. في السؤال اللي بعد كده اختي بتقولي يا ريت تكرري فيديوهات الاسئله والاجوبه ديت دايما، باذن الله كل فتره هحاول ان انا اعمل لكم فيديو زي كده ما دام انتوا حابينه. الفيديو اللي بعد كده، السؤال قصدي اللي بعد كده، اختي بتقولي ليه انت صوتك دايما حزين؟ بصي هقولك حاجة، أنا من الناس اللي ما بتكون زعلانة بتكون متضايقة بتكون مكتئبة ما بستسلمش، يعني ما بسيبش نفسي للزعل، بحاول أقوم أعمل حاجة أنا بحبها. يعني أنا لو متضايقة ممكن أقوم أصور فيديو، فانتي ممكن تكوني لاحظتي صوتي وأنا بسجل أو حاجة، فممكن تكوني انتي خدتي بالك، لان انا فعلا ما بكون زعلانه من حاجه بقوم اعمل حاجه بحبها، ممكن اصلي، ممكن اقرا قران، ممكن اقوم اتصور فيديو واتكلم معاكم، ممكن اخرج، يعني بحاول ان انا اعمل حاجه تخرجني من الحزن اللي انا فيه. واكتر الوقت ان انا لما بكون متضايقه بصور، علشان كده ممكن تكوني لاحظتي ان صوتي دايما بيبقى حزين، بس مش في كل الفيديوهات ببقى حزينه او متضايقه من حاجه. السؤال اللي بعد كده اختي بتقولي يا ريت تعملي اعادة تدوير للعلب البلاستيك او الازايز البلاستيك. انا عملت قبل كده حاجة شبيهة لكده، عملت فراشات
بتحطيها على التلاجة، وممكن تزيني بيها غرفة بنتك، يعني لان البنات بتحب الفراشات والحاجات دي. ممكن تعمليها بألوان مبهجة باستخدام البلاستيك، وتزيني بيها التلاجة او تزيني بيها الحيطة او تزيني بيها اي حاجة انت حباها. السؤال اللي بعد كده اختي بتقولي عايزة كريم لتفتيح البشرة يكون كويس، وهي جربت حمام البخار اللي انا عملته قبل كده، وقالت لي حلو جدا وعجبها. بالنسبة للكريم لتفتيح البشرة، بصي هو احسن حاجة لتفتيح البشرة الحاجات الطبيعية، ما تستعمليش كريمات بصفة مستمرة، لان ممكن تسمري بعد كده، يعني هتفتحي ايوه لدرجة معينة وبعدين هترجعي زي الاول تاني. فانت استعملي حاجات طبيعية زي الزبادي والعسل والخيار بجد الزبادي والعسل الابيض حلوين جدا للتفتيح، وكمان لو حطيتي عليهم ليمون. السؤال اللي بعد كده اختي بتقولي ايه اهم الحاجات اللي انتي بتشتريها لادوات المدرسة. الفيديو ده يعني السؤال ده هيطول شرحه، فانا هحاول ان انا اوريكم المشتريات باذن الله لما نجيب حاجات المدرسة باذن الله هصورها لكم. وفي اخت برضو بتقولي البشرة بتاعتها دهنية عاملة شبه الزيوت كده وبتبقى مش حلوة خالص في المكياج وبتحس ان هو ملخبط. بصي هقولك احسن حاجة قبل ما تحطي المكياج مثلا بربع ساعة، هاتي بودرة التلج وحطي عليها ماء ورد واخلطيهم مع بعض وحطيهم على وشك. البودرة هتمتص الدهون اللي في وشك، وبعدين تسيبي طبعا البودرة لما تنشف خالص وتفركيها بايديكي وتغسلي وشك بمية دافية وتحطي الميك اب بتاعك. باذن الله هتلاقي البودره امتصت الدهون اللي في وشك، وهتلاقيها اتحسنت حتى لو حطيتي الميك اب هتتحسن معاكي لفتره طويله، والميك اب هيبقى متظبط معاكي لاطول فتره ممكنه. السؤال اللي بعد كده قالت لي هبه انا حاسه ان انتي بتهتمي بشراء ادوات المطبخ وازاي بتنظمي الميزانيه لان عشان تشتري يعني اللي نفسك فيه. بصي انا بحاول كل شهر ان انا اشيل جزء من المصاريف بتاعتي، مصروف البيت. الميزانية البيت طبعا اللي بشتري بيها الاكل والشرب دي ملهاش دعوة، يعني دايما تكلمي مثلا مع زوجك ان هو يعملك مصروف شخصي ليكي انتي، تجيبي بيه حاجات شخصية ليكي، شامبوهات كريمات حاجات زي كده من اللي بتحتاجها البنات. فهيتبقى اكيد منك مبلغ صغير من مصروفك تشيليه على جنب، تخشي بيه جمعية تعملي بيه بعد كده اللي نفسك فيه. ناقصك حاجة في البيت هتجيبيها، واكيد جوزك هيبقى مبسوط بيكي لان انتي الفلوس بتصرفيها في البيت مش بتصرفيها في حاجات تافهة. وحاولي طول الوقت ما تضيعيش فلوسك في حاجات ملهاش لازمة، هاتي بس الحاجات اللي انتي هتستعمليها وهتنفعك في البيت. كده اخت بتقولي ازاي بتنظمي وقتك في شغل البيت. زي ما قلتلكم انا عاملة اجندة عندي خاصة بتاعتي بكتب فيها الحاجات اللي انا اعملها خلال الاسبوع، يعني وبعمل برضو تنظيف اسبوعي للمطبخ، تنظيف اسبوعي لغرفتي مثلا لغرفة الاطفال للانتريه كده. وباذن الله هكلمكم بطريقة اوضح في فيديو مخصوص عن النظام دوت باذن الله قريب. في برضو سؤال لفت انتباهي جدا، ده اكتر سؤال بصراحة عصبني. آه، اللي كتبتهولي اسمها كبرياء امرأة، قالت ان هي كان في مستأجرة عندها في البيت وقعدت في البيت حوالي 12 سنة، وطول الوقت تطلب منها طلبات وهي تجيب لها، يعني تقول لها هاتيلي جهاز معين تروح شايرهولها، محتاجة حاجة في البيت تديها لها من باب العطف، من باب يعني بتعمل حاجة لله. انت شايفة ان انت بتعملي كده حاجة لله وانا بحييكي عليها، بس للأسف في ناس بتحب تستغلك، يعني ممكن عشان شايفة ان انت ظروفك كويسة تفضل تستغلك وتقولك هاتي. والناس اللي زي دي ممكن ما تشبعش، يعني مهما عطيتيهم هيقولولك هاتي تاني، لو عطيتيهم مثلا حاجة ب100 هيجي بعد يومين يطلبوا حاجة ب1000. طول ما انت بتديها هتبقى عايزة اكتر. انا مش ضد ان انتي تساعدي حد والله، بس ما ينفعش ان هي تستغلك بالطريقة دي. وكمان انتي بتقولي ان بعد ما مشيت من البيت وطلعت من البيت روحتي زرتيها قفلت الباب في وشك وما قابلتكيش كويس. ف
ورغم من كده ان هي بتطلب منك برضو، يعني بتعاملك معاملة سيئة، وفي نفس الوقت بتطلب منك فلوس وبتطلب منك حاجات تجيبها لها ان هي غالية. فانا بصراحة مغلطاكي، انت غلطانة، المفروض عاملتك معاملة وحشة. انتي انا مش بقولك عامليها بالمثل، لا، بس على الاقل حافظي على فلوس جوزك، ما تبعتريهاش بالطريقه دي، لان حرام، اكيد جوزك تعبان في الفلوس دي، فما ينفعش ان انتي تديها لاي حد وخلاص. وهي من الواضح من كلامك ان هي بتستغلك، والله اعلم، يعني انا ما سمعتش الطرف التاني، انا سمعتك انتي بس هو من كلامك فهمت ان هي بتستغلك. فانتي لازم توقفي الموضوع دوت. على الاقل لو طلبت منك حاجة تاني قوليلها جوزي مش سامح ان انا ادي حاجة زي كده، وزعل معايا وقال لي انا بتعب في الفلوس، ما ينفعش ان انتي توزعيها على الفاضي، لازم تقدري تعب جوزك اكتر من كده. ويا رب اكون قدرت افيدك بسؤالك دوت. وحاولي ما تعرفهاش ان انت معاكي فلوس علشان ما تفضلش تقولك هاتي منها وتاخد منك فلوس. حاولي تعرفيها ان جوزك عطيكي مصروف على قد بيتك بس، وما ينفعش ان انت تفرطي فيه عشان ما تأثريش من مصاريف البيت بتاعتك. وربنا يكرمك يا رب ويصلح لك الحال، يا رب اكون قدرت افيدك. السؤال اللي بعد كده، اخت بتقولي عايزة وصفات للوجه وبعد اسمرار، او يعني بشرتها اسمرت بعد ما جت من المصيف. حاولي ان انت تحطي الزبادي، عايزه اقول لكم الزبادي والليمون دي سحر سحر بجد، احسن من اي كريم. الحاجات الطبيعيه بجد حاولوا تركزوا فيها اكتر من الكريمات، لان الكريمات بتديكي نتيجه حلوه في الاول وممكن بعد كده ترجعي زي الاول. السؤال اللي بعد كده، اخت بتقولي هل انت عندك عربية وبتعرفي تسوقي وناوية تخلفي بيبي رابع تاني، وعايزة تعرف ان انا بولد طبيعي ولا قيصري. بصي حبيبتي، انا لا، ما عنديش عربية ومش بعرف اسوق. وكمان بالنسبة للأطفال، الله أعلم، الأطفال دي بتبقى رزق من عند ربنا، مش أنا اللي بحدده، يعني أنا مش بحدد إن أنا عايزة أطفال أو مش عايزة أطفال. ممكن أي واحدة فينا تاخد وسيلة وفي نفس الوقت ربنا يرزقها، يعني مادام ربنا كاتب رزق أطفال خلاص. فالله أعلم إن كنت هجيب رابع ولا مش هجيب، الله أعلم بالحكاية دي. كمان بولد طبيعي ولا قيصري؟ لا، انا بولد قيصري. والحمد لله على ولادي، يعني ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب، ويبارك في اولادكم انتوا كمان. السؤال اللي بعد كده، اختي بتقولي ممكن تقوليلي ازاي ان انتي بتحوشي فلوسك، لان انا طالع عيني ومش بعرف احوش، عايزه اجيب خزانه، عايزه تجيب دولاب يعني. بصي انا من الناس اللي ما بتحبش تمسك فلوس في ايديها، لان لما بمسك فلوس في ايدي بضيعها. بحاول ان انا اشيل فلوسي مع حد، يا اما اشيلها في حاجة مقفولة معرفش افتحها، يا اما اشيلها مثلا في بنك، يا اما اشيلها في دفتر توفير، يا اما اعمل جمعية التزم بيها، ان انا كل شهر الجمعية هتخليكي تلتزمي كل شهر لازم تدفعي مبلغ ضروري عليكي ان انت تدفعيه. يعني لازم عشان تحوشي تقيدي نفسك. وكمان ما زي ما قلت ما تشتروش حاجات ملهاش لازمة ان انتوا مش هتستعملوها. حاولوا تشتروا بس الحاجات اللي انتوا محتاجينها، هتلاقوا معاكوا اخر الشهر فيه فلوس زيادة وفايدة، اكيد لو شلتيها هتقدري تحوشي وتجيبي اللي انت نفسك فيه. السؤال اللي بعد كده، اختي بتقولي عايزة تطلع البقع البيضة من الحيطان، وعايزة كمان تطلع بقع الحبر. البقع اللي هي بتبقى في الحيطان، تجيبي اسبونشة وشوية مية وصابون سائل عادي وشوية خل، وحاولي تنضفي الحيطة بتاعتك بالراحة من غير ما تجرحيها. وبرضو بيرجع على حسب الدهان اللي انتي حطاه في الحيطة. لو لكيه هيسهل عليكي التنظيف، لكن لو غير كده بلاستيك مثلا هيصعب عليكي التنظيف، ففي الحالة دي هتضطري ان انتي تدهني الحيطة وتغيري الالوان. وكمان الحبر انا جربت ان انا انضفه بمعجون الاسنان، تحطي معجون الاسنان على الحبر حوالي 3 دقايق وبعدين تروحي مسحاه بسفنجة برضو، هتلاقي الحبر طلع خالص من الحيطة.
السؤال اللي بعد كده اخت بتقولي ازاي اقنع جوزي بان انا اشتغل. بصي، في ازواج ما بتوافقش ان الزوجة تنزل وتشتغل وكده، هما في وجهة نظرهم بيحسوا ان دي عيب، بس هي مش عيب. احنا عايزين، انا فاهماكي ان احنا دايما الستات عايزة تشتغل، مش عايزة تقعد في البيت، مش عشان فلوس، لا هي عايزة تشتغل عشان عشان وقتها فاضي، يعني عندها وقت اكيد فاضي كتير. فانت اسعي طول الوقت، يعني حاولي تتكلمي معاه، لو موافقش اسعي طول الوقت ان انت تشتغلي حتى لو انت قاعدة في البيت. اكيد هتلاقي شغل وانت قاعدة في البيت كتير جدا، زي الخياطة، زي التطريز، في حاجات كتير قوي تقدري تعمليها وانت قاعدة في بيتك. واخت تانية برضو بتقولي انتي ما ردتيش عليا بخصوص مكنة المحشي. انا اشتريت مكنة محشي للي ما يعرفش، وكنت مصوراها في المشتريات، فهي بتسألني ان هي حلوة ولا وحشة. هي حلوة، بس عايزة يعني وانتي بتقفلي الايد بتاعتها تقفليها جامد شوية، يعني هي عايزة عنف وانتي بتلفي بيها. هي كويسة بس عايزة شوية وقت، وانتي بتعمليها عايزة عنف شوية وانتي بتقفلي الايد بتاعتها. وهي سعرها رخيص، يعني كان ب25 جنيه، وفي منها حاجات اغلى، بتهيألي الاغلى ممكن يكون احسن. وفي اخت برضو بتقولي هاي هبة، ممكن تعملي مكرونة بشاميل؟ انا عملتها قبل كده مرتين، هي موجودة في القناة. عملتها بطريقة دايت، وعملتها بطريقة تانية عادية من اللي احنا متعودين عليها، كلنا المصريين بنعملها بالطريقة دي. السؤال اللي بعد كده من نور الشمس. اول سؤال، هي سألتني اكتر من سؤال، بتقولي اول سؤال، لو انت عايزة جوزك يعملك مصروف شخصي ليكي انت تعملي ايه؟ طبعا لازم تتكلمي معاه ان انت لازم يكون ليكي مصروف شخصي، لان بتحتاجي حاجات، دايما معروفة البنت بتحتاج حاجات يعني الراجل ما بيحبش يهتم بيها. يعني بالنسبة له الحاجات اللي انت بتحتاجيها دي تافهة، يعني ممكن تحتاجي تعملي شعرك، تحتاجي تجيبي سويت، ممكن تحتاجي تجيبي شامبوهات، كريمات، حاجات طبيعية وهكذا. فبالنسبة للراجل الحاجات دي تافهة، فانت حاولي على قد ما تقدري، يعني لحي عليه كتير ان انت يكون ليكي مصروف شخصي. وكمان بتقولي انا عايزة امسك ميزانية البيت. انا منصحكيش ان انت تمسكي ميزانية البيت. اولا ممكن مثلا لو خدتي 500 جنيه في الاسبوع، ال500 جنيه دول اكيد هيكونوا ثابتين طول الوقت، كل اسبوع هتاخدي 500. وطبعا الحاجات اسعارها بتغلى في السوق، يعني ممكن النهارده تلاقي الحاجه رخيصه وممكن بكره تلاقيها غاليه. فطبعا مش هتعرفي تمشي البيت زي الراجل. طبعا جوزك هيبقى مضطر ان هو يشتري الحاجه، لان هو اللي هيكون مسؤول الاساسي عن مصروف البيت، وهتكون الفلوس معاه والميزانية كلها في ايده. لكن انت هتبقى صعبة ان انت تمسكيها طبعا، لو الفلوس قلت معاكي مش هينفع ان انت تزوديها. لكن جوزك لو قلت معاه طبعا هو اللي هيزود، وهو اللي هيجيب كل حاجة ناقصاكي في البيت. فانا منصحكيش ابدا ابدا ان انت تمسكي الميزانية. وبتقولي لو حبيت اروح اسكندرية ايه احسن مكان جو هادي وهيكون كويس؟ يعني بالظبط، بصي هي اسكندرية كلها جميلة، بس المشكلة ان هي في الصيف بتبقى زحمة، كل حاجة فيها بتبقى زحمة لان كل الناس بتجيلها وبتروح تصيف فيها. فانت اكيد مش هتلاقي مكان هادي، هتلاقي الاماكن كلها زحمة. السؤال برضو اللي سألته بعد كده، قالت لي لو جوزك مش بيحب يحكي بسهولة اي حاجة عن اهله، ويقول حاجات وحاجات تانية لا، رغم انك ممكن تحكي له عن اهلك انت. بصي، انا بحترم قوي الراجل اللي ما يتكلمش عن اهله قدام مراته، ودايما يحب يتكلم عن الحاجات الإيجابية بس قدامها، عشان يبين أهله أحسن ناس. أنا بحترمه جدا، لأن الراجل اللي يحترم سر أهله، سر أهل بابا ومامته وأهل بيته، أكيد هيحترم سرك انتي وهيحترمك انتي ويحترم بيتك. فدي مش حاجة تزعل ان جوزك مش بيحكي عن أهله كتير. وعايزة اقولك ما تهتميش دايما ان انتي تعرفي اسرار اهله، وتهتمي ان انتي تعرفي كل حاجة عن اهله.
ف... فبلاش تركزي في الحكاية ديت، وبرضو كل ما يحترم سر اهله هيحترم سر بيته. السؤال اللي بعد كده ضحكني جدا، هي برضو نفسها نور الشمس، بتقولي ايه سبب حب ولادك في اكل البيض؟ بصي انا ولادي بيحبوا البيض جدا. ممكن يكون علشان انا بحبه، يعني انا بحب البيض من زمان، فممكن يكون ولادي خدوها بالوراثة مني. فمش عارفة، ممكن يكون خدوها وراثة مني. انا عارفة هي كاتبالي على فكرة السؤال ده هزار، هزارك جميل جدا يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. السؤال اللي بعد كده بتقولي هل انتي بتظبطي مكونات الطبخة زي ما بتصوريها في الفيديوهات، ولا ده عشان تصوير؟ لا بصي، انا بصور بطبيعتي خالص، يعني اللي انا بعمله في بيتي هو اللي انتوا بتشوفوه، فما بزودش عليه حاجات بصراحة، ولا بزين اطباق ولا بعمل حاجة. لا هو اللي انا بعمله في بيتي مع ولادي هو اللي انتوا بتشوفوه في الطبخ، يعني مفهوش حاجة زيادة. لا انا مش بعمل حاجة مخصوص يعني للتصوير. دي من بعض الأسئلة اللي أنا سألتها في الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يعجبكم، وأسفة جدا إن الفيديو طلع طويل. وبإذن الله باقي الأسئلة ممكن أجاوب عليهم في فيديو تاني لو حابين، ومحدش يزعل لو ما جاوبتش على سؤاله. بإذن الله أعمل لكم فيديو تاني أجاوب فيه على الأسئلة بتاعتكم، عشان مش عايزة حد يمل من طول الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم وما يكونش طويل، واكون ضايقتكم، واشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد. باي باي.